مرحبا بكم في قناة المباريات المتلفزة في الجزائر في برنامج الجولة 22 والمباريات المتلفزة منها. ونبدأ بأول مباراة بين شباب الوزداد الذي سيستقبل وفاق سطيف يوم الخميس 4 من أفريل على الساعة 10 بملعب 5 جويلية بالعاصمة. وهذه هي المباراة ستكون منقولة على القناة الشبابية القناة السادسة. ثاني مباراة من الجولة 22 بين مولودية البيض الذي سيستقبل نجم مقرة يوم الجمعة 5 أفريل على الساعة 3:45 بملعب زكريا مجدوب بولاية البيض. وهذه المباراة غير متلفزة. ثالث مباراة من الجولة 22 بين مولودية الجزائر الذي يستقبل اتحاد وادي السوف يوم الجمعة 5 أفريل على الساعة 10 بملعب 5 جويلية بالعاصمة. وهذه المباراة لن تكون متلفزة. رابع مباراة من الجولة 22 بين أولمبي شلف الذي يستقبل شبيبة الثورة يوم الجمعة 5 أفريل على الساعة 10 بملعب محمد بومزراق بولاية شلف. وهذه المباراة ستشاهدونها على قناة السادس القناة الشبابية. خامس مباراة من الجولة 22 بين اتحاد بسكرة الذي سيستقبل شبيبة القبائل يوم الجمعة 5 أفريل على الساعة 10 بملعب 18 فيفري بالعالية ولاية بسكرة. وهذه المباراة غير متلفزة. سادس مباراة من الجولة 22 بين نجم بن عكنون الذي يستقبل اتحاد خنشلة يوم السبت 6 أفريل على الساعة 3:45 بملعب 20 أوت 55 بالعاصمة. وهذه المباراة غير متلفزة. وأما السابع مباراة من الجولة 22 بين شباب قسنطينة الذي سيستقبل نادي بارادو يوم السبت 6 أفريل على الساعة 10 بملعب الشهيد حملاوي بولاية قسنطينة. وهذه المباراة ستشاهدونها مباشرة من القناة السادسة الشبابية. أما ثامن مباراة من الجولة 22 التي بين مولودية وهران واتحاد العاصمة، المباراة المبرمج بملعب ميلود هدفي بوهران مؤجل عن هذه الجولة. إذن هذه هي المباريات المتلفزة. وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا فقط الاشتراك في القناة. إلى اللقاء.